اليوم وصفتنا الدجاج مشوح بالزبدة والثوم، وحطيت عليها شوية عسل. طلع شيء من الآخر. أول خطوة حنقطع صدور الدجاج على طريقة المانجا زي ما انتم شايفين، ونجيب البهارات اللي حابينها حتلاقوها تحت في المقادير. نرش على الصدور شوية زيت زيتون وننزل البهارات عليها. لازم تتبل مظبوط قبل ما تنزل في الطاوة اللي عليها زبدة. أول ما ننزل بالزبدة ننزل الصدور على الوجه طبعا، خليها تطبخ شويتين، وبعدين ننزل الثوم ونبدأ نشوحها بالطريقة هذه، ونحط الثوم والزبدة فوق الدجاج، ونضيف العسل والصويا صوص. والوصفة كده خلصت مع فلفل أسود وملح. خلاص نغرق الدجاج بالصوص كده ونقدمه. وبصراحة أكتر شيء عجبني في الوصفة هذه إنه بصراحة طعم الدجاج مرة جوسي، عشان كمية طبعا الزبدة والصوص اللي غرقناه فيه، هو بيطبخ ما نشف مرة، والطعم صراحة مرة جبار. وبصراحة أنا أحب الطعم المالح الحالي. طبعا لو ما تحبوا الحلا في الأكل ممكن ما تضيفوا العسل، وهتطلع الوصفة برضو ممتازة.